وصلنا للكتاب الرابع في المجلس السادس من سلسلة الطريق، وهو كتاب أيها الولد، كتاب تزكية النفس وترقية الأخلاق وشفاء أمراض القلوب وترقيق القلب. الكتاب اللي فيه تشجيع من العالم الكبير الإمام الغزالي لتلميذه، هو بينطلق عشان يعلم الناس، فقال له: يا ابني اسمع مني شوية نصايح تفيدك في حياتك. الإمام الغزالي متوفى سنة 505 هجريا، قال في كتابه أيها الولد، قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال الإمام: أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. بيكمل معاه كلام إن مفيش حاجة في الدنيا تسوى. وكان المرة اللي فاتت بيكلمه: اوعى يكون طلبك للعلم علشان تبقى طالب للشهرة والسلطة الروحانية على الناس، والناس تسألك فتبقى مشهور بينهم، يبدأوا يدوك من الدنيا بتاعتهم عشان انت مولانا او فلان. لا، اتعلم عشان تصلح نفسك وتخدم الخلق. ده خلاك مولانا يبقى نعمة، نيتك كانت ربنا وربنا أعزك بالدين. لكن تطلب العلم بنية نيل الدنيا والتجارة بالدين، قال له: يا ابني النية دي ما تنفعش، ويل لك ثم ويل لك. قلناها المرة اللي فاتت. دين ختم معاه الحتة دي، قال له: يا ابني، حديث النبي: عيش ما شئت فإنك ميت. عيش وانبسط وروح وسافر واعمل، وفي الآخر هنسيب الدنيا. ده مش كلام كئيب، ده عايز يقول له: عيش صح، انبسط من غير ما ربنا يغضب عليك، افرح من غير ما تأذي حد ولا تسلب حقه، لأنك كده كده سايب الدنيا. فخليك في الإطار اللي ربنا سمح لك بيه. وبالمناسبة يبدو انه كلام عادي، ده هو ده الموضوع، انك تفضل عايش في الإطار انك عبد اللي ربنا قال لك عليه. لا تأذي بني آدم، ولو أذيته تستسمحه وترجع له حقه، ولو تفوت فريضة ولو فوتها توب وترجع لربنا ببساطة. تفضل ماشي كده طول عمرك وانت عمال تتعرف على الله وتتقرب إلى الله وتحب ربنا. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. إما مفارق من أحببت باختلاف وفراق، وإما بالموت. فخلي كل التعلق الكبير بربنا، خلي فيه تعلق بالبشر. واحنا بلاش كلام يا جماعة مثالي، ما أنا بتعلق بالبشر اللي بحبهم، بس ترى عطاء الله لك في البشر دول.